حكايات التاريخ في مصر مش موجودة بس في صفحات الكتب، لكنها كمان موجودة في جدران المعابد وأحجار الكنايس والمساجد، وفي اسم كل شارع وحارة. لو عدينا مثلا على مسجد الأشرف بورسعيد هتلاقي كل حجر بيحكي حكاية وحدوتة. فمن هنا أعلنت مصر سيطرتها على جزيرة قبرص، والخشبة دي كان متعلق عليها خوذة جانوس ملك قبرص، وفضلت متعلقة لغاية ما جت الحملة الفرنسية فنزلوها وخدوها معاهم وهم ماشيين. ما بينسوش الناس دول. بس هو كان ايه اللي جاب خوذة الملك القبرصي هنا؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا الأول أقول لكم احنا هنا فين. الشارع اللي بالعرض كده ده هيبقى شارع المعز، واللي بيفصل ما بينهم في النص شارع الأزهر. هنا كده الغورية، وهنا كده الصاغة، وبيبان لينا مدرسة ومسجد الأشرف بورسعيد. والحكاية إن الجماعة الصليبيين بعد ما خرجوا من المماليك من كل الشام بقت قبرص هي القاعدة اللي بيهاجموا منها الدولة، اللي كانت بتضم مصر والحجاز وكل الشام. وكل شوية يطلعوا من قبرص يهجموا مرة على اسكندرية ومرة على طرابلس واللاذقية. فلما الأشرف بورسعيد مسك حكم مصر سنة 825 هجري حاول مع الملك القبرصي جانوس إنه يخلص الموضوع بالتراضي، لكن جانوس ركب دماغه وراح واخد حباية جراءة ومستولي على سفينة مليانة هدايا كان باعتها بورسعيد للسلطان العثماني. وهنا نفد صبر المماليك، فقرر بورسعيد فتح قبرص، فبعت حملة صغيرة سنة 827 هجري نقدر نعتبرها جس نبض. وفي السنة اللي بعدها راح باعت حملة أكبر، ودي بقى دمرت قلعة ليماسول وقتلت حوالي 5000 قبرصي، ورجعت للقاهرة ب1000 أسير. وعشان التالتة تابتة جهز بورسعيد آخر حملة سنة 829 هجري 180 سفينة ومن رشيد على ليماسول، وعينك ما تشوف إلا النور. القوات المصرية استولت على العاصمة نيقوسيا، ووقع الملك جانوس في الأسر، ورجعت الحملة ومعاها الأسرى وبينهم جانوس. وطبعا اتعملت زفة كبيرة في شوارع القاهرة، كان نفسي أبقى موجودة. عمك بورسعيد بقى كان مستني جانوس في القلعة ومعاه ضيوفه، فلما دخل عليه ملك قبرص قام موطي بايس الأرض تحت رجل بورسعيد وطلب العفو بعد ما كان عامل فيها 7 رجال. فوافق السلطان بشرط إن يدفع 200,000 دينار فدية، ويتعهد إن قبرص تبقى تابعة لسلطان دولة المماليك في مصر زي أي ولاية تانية. وتقريبا عشان العلقة كانت تقيلة شوية فضلت جزيرة قبرص من وقتها تابعة لمصر لغاية سنة 923 هجري 1517 ميلادي، لما سيطر السلطان العثماني سليم الأول على مصر وأنهى دولة المماليك. ووصل بينا الحال إن خوذة الأشرف بورسعيد نفسه موجودة النهاردة في متحف اللوفر في باريس. تفتكروا بقى هترجع مرة تانية؟ وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.